ازيكم عاملين ايه؟ ده الفيديو التالت لينا هنشرح فيه منصة أجنبية للموكس، ومن أهم المنصات في الموكس دلوقتي. اتعلم عليها أكتر من 14 مليون طالب، فيها أكتر من 42 كورس. ممكن تاخد الكورس دوت من أي دايفس، يعني ممكن الفون، ممكن اللاب، ممكن الديسكتوب، اللي تحبه. ازاي اعمل ايميل في اليوديمي؟ تخش على ساين اب. بعد الساين اب هنا هتروح على الفول نيم، تكتب اسمك، والايميل اللي احنا عملناه تكتبه، اللي هو كان GISMGM 2015 at gmail.com. الباسورد انت بتختار الباسورد، اي باسورد تحبه. بعدين تشيك هير، مش تمام، ونعمل الساين اب. كده تمام، بقى عندك ايميل في اليوديمي. بتروح تعمل تشيك عندك على الايميل، في رسالة هتلاقيها نزلت زي ما قلت لك في الرسائل الترويجية هنا في اليوديمي. نزل لك هنا شوية اعلانات هم عاملينها، وهنا بيقول لك ان لازم تعمل كونفيرم الايميل، ان انت تأكده. تروح داخل كده، الايميل اتعمل وجهز وتمام وجاهز للشغل. ازاي اخد كورس على اليوديمي؟ بص، يعني الموضوع سهل وبسيط جدا. انت دلوقتي عندك هتخش على مثلا نخش على حاجة كويسة شوية، language English. نروح داخلين بعد على all course، هيجيب لك كل الكورسات الانجليش اللي موجودة. طب في ايه؟ في مشكلة، الكورسات دي كلها بفلوس. عندنا الحل، هتخش في الناحية اللي قدامنا دي كده، هتلاقي في ايه؟ في فري وبيد. احنا بنختار فري. هنلاقي هنا ظهر لنا كمية كورسات كبيرة. هنا ممكن، هنا بنختار الليفل بتاع الكورس، هل هو beginner او all levels ولا intermediate. وهنا اللغة English، ولو في لغة تانية هيوريها لنا. في كورس باللغة العربية، حلو ده. نختار اللي باللغة العربية. لو مفيش لغة عربية عادي بقى، انت لو بتعرف الانجليزي خده بالانجليش، بس انا بفضل الانجليش بيبقى احسن. ده كده الكورس، تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين، تعلم المفاهيم الأساسية للغة الإنجليزية. What will I learn؟ هتتعلم من الكورس ده. بيقول لك بقى كل اللي انت هتتعلم. المتطلبات، هتحتاج فقط القلم وكتابة. description عن الكورس، بيجيب لك شوية كورسات تانية متقدمة، يعني بيقترحها لك. ده الكورس بتاعك، بيشرح لك فيه الالفابت والنمبرز وجرامر وفوكابلر، جرامر فوكابلر، رايتنج، جرامر فوكابلر، وكمان هو ده الكورس يعني. بيوري لك اراء الناس اللي خدوا الكورس، او يعني نسبة كويسة جدا، 4.6 من 5، حاجة زي الفل كده تمام. الانكلاودس الكورس تبقى 2.5 ساعة، 60 articles. تمام. بيقول لك اهو certificate of completion، يعني انت هتخلص الكورس ده ليك شهادة عندنا. تمام. هنخش على enroll. هندخل هنا. تمام، جاب لي الصفحة دي. هنعمل ايه بعدها؟ go to course.
ده الكورس بتاعنا. ثواني النت بطيء شوية. بتحمل صفحة الكورس كده. انت في صفحة الداش هورد، الداش بورد بتاعت الكورس، عفوا. هنخش على continue ونبدأ الكورس بتاعنا، الالفابت and numbers. تعالى للكواليتي شوية، ممكن تداونلود للمحاضرة وبتخش عادي جدا. السلام عليكم وبدأت الحلقة ورحمة الله. دلوقتي. الشهادة ناخدها ازاي؟ احنا هنا خلصت اول واحد، خلصت دول بيتعمل لهم تشيك لوحدهم اصلا، محدش يعمل زي طبعا كده. يعني اتقوا ربنا في العلم اللي هتتعلموه، وذاكروا الكلام كويس واهتموا بيه. زي ما احنا شايفين اهو، بعد ما بنخلص الكورس بيتعمل له تشيك زي التشيك اللي انا عامله دوت، بس هو بيتعمل لوحده. كورس كبير جدا يعني، ما شاء الله، كنا يا ريت اخترنا كورس صغير. تمام كده، قرب الكورس يخلص اهو. تمام، وبكده نكون خلصنا الكورس بتاعنا. نرجع للداشبورد. هتلاقي هنا انت خلصت 42 وفي 39، يبقى في حاجة ناقصة. ايه الناقص عندنا هنا بقى؟ تعمل تشيك هتلاقيه بيوريهولك. الناقص عندنا ان احنا ما امتحناش. بعد ما هنمتحن هندوس هنا هتلاقي ان الاتنين دول الاربع امتحانات دي اكتملت، وهتطلع هنا هتلاقي الكاس هنا ظهر. بتدوس على الكاس هنا هيدخلك على صفحة فيها الشهادة بتاعت الكورس. وبكده تكون انت اخدت كورس من يوديمي. مش عارف عندي شهادة هنا ولا لأ. اهي مثلا نجيلك شهادة زي دي، ممكن تبقى تحملها PDF او بتحملها بنسخة كصورة، صيغة صورة. ده بيبقى الشهادة بتاعتك، ممكن تاخدها تطبعها، ممكن تحتفظ بيها، توثقها بإيميل اللينكدين. كده تمام جدا. وفي برضو حاجات تانية مهمة كنت عايز اقولها لكم، ان احنا ممكن ناخد كورسات ببلاش برضو من اللي هي بفلوس. لو تابعنا الجروبات ديت او المواقع ديت تديك كوبونات وتخفيضات ببلاش، هبقى احطها لكم في الديسكريبشن. شكرا ليكم لمتابعتكم، وان شاء الله اشرح لكم موقع كمان. يا رب يكون الشرح عجبكم.